بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ معلش عشان الصوت بس. النهارده بقى جاي اقول لكم ازاي نحوش اكتر من 500 جنيه في الشهر. بجد ده مش عنوان فيديو وخلاص، او يعني ان انا كاتبه كده عنوان وخلاص، لا، ده بجد ان انت المفروض تحوشي كل شهر مبلغ ليكي ولاولادك، بحيث ان انت لو احتاجتي اي حاجه تلاقي معاكي. وطبعا داخل عليكي رمضان ان شاء الله باذن الله، فالمفروض ان يبقى برضو معاكي فلوس الكسوة وحاجات للولاد وحاجات البيت وكده. فاحنا هنعمل ايه؟ اول حاجه احنا هنعملها، لو انت طبعا هنقول لو احنا بنشتغل فاحنا هنشيل جزء من فلوسنا دي على جنب. طيب انا مش بشتغل وست بيت وقاعده في البيت، طيب اهم حاجه ان انتي تعرفي تحوشي. يعني ايه اعرف احوش؟ يعني المبلغ اللي انا هشيله النهارده مش هاخد منه تاني، يعني هو انا هسيبه معايا، مش همد ايدي عليه. يعني يا جماعه طبعا مش عايزين نتكلم كتير ونطول الفيديو، عشان انا عارفه انتوا مش بتحبوا الفيديوهات الطويله. هنعمل ايه بقى يا حبايبي؟ هنمشي على، انا في القناه ميزانيات كتيره انا عاملاها، كل اسبوع ميزانيه. انت هتعملي ميزانيه لبيتك، يعني ميزانيه مثلا خلال اسبوع، خلال شهر، بس ما انصحكيش بالشهر، يعني خليها كل اسبوع، عشان الشهر هيبقى طويل قوي عليكي. لكن لما تكبر كل اسبوع دي هتبقى حاجه حلوه قوي. طيب انا باخد مثلا في الاسبوع 500 جنيه او 600 جنيه او كل يوم 100 جنيه، هحتاج منهم غدا وعشاء وفطار. كل اللي احنا هنعمله زي ما انا بقولك كده، ان انتي هتحتاجي تشيلي بس كل يوم 20 جنيه. طب 20 جنيه دي اشيلها ازاي؟ لو انتي تعرفي تحطي الحاجة على جنب وما تمديش ايدك عليها، اعملي كراسة كده زي اللي انا عاملاها، زي الفلوس اللي انا وريتها لكم دي، وفي فيديو انا عملتها انا حوشتها ازاي، وهتحطيها جواها وكل يوم تكتبي وتحطي صح. يعني انا النهارده يوم واحد حطيت صح على يوم 20، يوم اتنين هحط صح، يوم تلاتة هحط صح، واشيل ال20 جنيه. طبعا لو في حد في البيت عايز يحوش معاكي تبقى حلوة اوي، كأنكم عاملين جمعية مع بعض وكل واحد ياخدها شهر. طبعا لو عرفتي تدخلي جوزك معاكي، ولادك، اي حد، طبعا دي هتبقى حاجة حلوة اوي ليكوا. طيب لو انا مش بعرف، هجيب حصالة صغيرة اهو، ما بتتفتحش، حصالة ب5 جنيه او ب10 جنيه، وهتحطي فيها كل يوم 20 جنيه. دي مش هتفتحيها خالص. ازاي احوش ال20 جنيه؟ انا النهاردة مصروفي 100 جنيه، حوشت مثلا اكل، جبت اكل النهاردة مثلا عدس وقضيناه، هيتبقى معايا مثلا 80 جنيه. خلاص، يبقى ال80 جنيه دول هاخد نصهم، اعمل صح يومين ان انا دفعتهم في الحصالة، وال40 جنيه التانيين اجيب ربع جبنة واحطه في التلاجة عشان ينفع ليالي الصبح مثلا في الفطار او في السندوتشات. طيب النهارده بقى مثلا انا حطيت امبارح 40 جنيه، فالنهارده انا عايزه اعمل اكل وال100 جنيه مش هتكفي، فاقوم عامله بال100 جنيه الاكل، يبقى انا كده حطيت يومين من المصروف اللي كان معايا اكتر. فانت كل ما هتحوشي اكتر كل ما هتلاقي معاكي في الكراسه او الحصاله اكتر. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تشجعني باللايك والاشتراك في القناه، وتبصي على الفيديوهات اللي قبل كده، على فكره مليانه ميزانيات هتنفعك جدا، مشتريات وحاجات حلوه، وهتقضي معاكي الاسبوع. هتعرفي تجيبي خضار قد ايه، فاكهه قد ايه. الناس اللي بيخشوا يقولوا لي على الميزانيات دي غدا بس، ايوه انا بحط ميزانيات الغدا، لكن الفطار والعشاء احنا بنعرف ندبرها. واللي بيبقى عنده تموين او عيش في البطاقه برضه بيدبر معاه كويس. خلاص يا جماعه، يبقى احنا دلوقتي عرفنا هنحوش كل يوم 20 جنيه. لو شلتي كل يوم 20 جنيه على جنب، اخر الشهر هتلاقيهم 600 جنيه، هتقولي معايا 600 جنيه. لو انت جدعه بقى حوشي عليهم الشهر اللي بعده والشهر اللي بعده والشهر اللي بعده. هيجي عليكي رمضان هيبقى معاكي فلوس كسوة ولادك، هيبقى معاكي حاجة رمضان طبعا عشان المصاريف صعبة. ولو عرفتي تحوشي اكتر من 20 جنيه في اليوم، انا عارفة ان كلنا شطورين وبنعرف نشيل. طيب انا دلوقتي زي ما احنا قلنا في ناس
تمد ايديها على الفلوس، لا هاتي حصالة وحطي فيها وقولي انا مش هاخد الفلوس دي ابدا او هفتحها الا على رمضان. ان شاء الله كانك داخله جمعيه، ولا حد هيجي يخبط على بابك ويقولك هاتي فلوس الجمعيه، ولا حد حاجه. انت كده هتحوشي منك ومن نفسك. ولو عرفتي تدخلي جوزك معاكي دي حاجه كويسه. لو عرفتي تعلمي ولادك ازاي يحوشوا هما كمان، دي برضو حاجه كويسه ومفيده ليكي. ان شاء الله يا رب اكون عجبكم في فيديوهاتي، ويا رب تكونوا بتسعدوا لما بتشوفوها. انا اسفه تاني على الصوت عشان انا بردانه. ان شاء الله بقى لو عجبك الفيديو اتفرجتي عليه متنسيش اللايك والاشتراك في القناه عشان خاطر يوصلك مني كل فيديو جديد. بحبكم، مع السلامه.